معانا ام تغريد منين؟ معانا ام تغريد منين يا استاذ؟ الشرقيه؟ اهلا بيك. الو سيب الخط الو. لو انت راجل سيب الخط. لو انا راجل اسيب الخط انا؟ لو انت راجل ابن راجل سيب الخط مفتوح. ايوه خليك طب معايا طب للآخر. لحظه يا استاذ محمد يا لو شاهد. انت راجل ثواني سيب الخط طيب للآخر. لحظه، انت بتكلميني انا؟ بكلمك انت. طب ممكن لحظه ما حدش يقفل عليا يا جماعه في الكنترول. انتوا أستاذ- السبب في خراب بيتنا. ثواني محدش يقفل ثواني الخط. استاذ محمد يا شاهد. لو انت استاذ راجل خليك نصر معايا. ثواني طيب لحظه، انا راجل وابن راجل ومش هقفل الخط يا استاذ محمد. ما حدش يقفل الخط معاها الا ما انا اللي اقول. اتفضلي يا فندم. نعم يا فندم. انتوا السبب في خراب بيت اخويا. اخوكي مين يا فندم؟ انت وابنك ده. ايوه اخوكي مين؟ اخويا كان داخل معاك في مداخله الاسبوع اللي فات. ايوه. اللي ابنك سبب خراب بيته. لا، اللي ابني طلع مراته بسبب ابنك. طلق مراته بسبب ابني ازاي؟ بسبب ابنك اللي عمال ينزل كلام حب ويقول كلام حب. ابني هيقول ومحن. ابني محن. ابني هيقول كلام حب ليل ونهار. يعني ابنك يقول كلام حب ليل ونهار؟ لا، محدش له حاجه أخويا عندنا. انت دخل ليك معاك حاجه في عندنا؟ مداخلة، الحلقه دي تتشال. ايه؟ الحلقه اللي اخويا دخل فيها تتمسح. تتمسح على اساس انت أخويا مين؟ الناس اللي عارفينه عمالين تهزيق فيه بسبب الكلام ده. ما الناس وبسبب ابنك. بص يا فندم لحظه، ممكن حلقه ايه اللي تتمسح بتاعت الاسبوع اللي فات؟ عشان ايه؟ بسبب ابنك. انا بيت اخويا مخروب بسبب ابنك. بيت اخوكي مخروب ازاي؟ شيلوا الحلقه دي خالص. انهي حلقه الناس بتاعت؟ بتتريق عليه. ايوه الناس بتتريق على مين؟ على اخويا. عشان ايه؟ بسبب ابنك. بسبب... ابنك اللي عمال ينزل كلام حب. أيوة. مرات اخويا شبتت في اخويا. الناس شمتوا في اخوكي؟ مرات اخويا بتتفرج عليه. ايوه. ما هو ابنه السبب. ايه ده اللي بيحصل ده؟ انت عايزاني امسح الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات؟ هتمسح الحلقه عشان اخوكي عمل ايه؟ علشان اخويا من ساعه ما دخل معاك في المداخله وانا الناس واخداه تريقه. الناس واخداه تريقه؟ بسبب اتخرب بسبب عيل صغير. والله العظيم ما هنمسح حلقات. لا هتتمسح. والله العظيم ما هنمسح حلقات. هتتمسح. يعني ايه تتمسح؟ انا بقول لك هتتمسح. بصفتك ايه الحلقه تتمسح؟ انتوا كمان خاربين البيت وكمان مش عايز تمسح الحلقه. احنا ما خربناش بيت حد، في افلام. احنا بقالنا 100 سنه ما عايشين، الناس عايش فيها افلام وفي سينما. يا سيدي وانا يا ست الكل اسمعيني بعد اذنك، انت واحده ست وما تخرجنيش عن شعوري. يعني ايه ما خرجتش؟ طب انا بقول لك ممكن تسمعيني ثواني؟ انت اخوك دلوقتي اتصل عمل مداخله ببرنامج، تمام؟ هو كان عامل مداخله في ثواني يا ستي عشان الناس يصعب على الناس وتقعد تقول يا عيني الواد بتاع بسنت طلق البيت وخرب بيت الناس يلا نكرهه، تمام؟ فالحركه اللي اخوك عملها جت ضده والناس عرفت صوته واتفضح. احنا لينا فيه؟ ايوه انتوا بقى السبب. لا يا ماما احنا مش السبب. لا يا ست الكل. لا يا ست الكل احنا مش السبب يا ست الكل. لا انتوا السبب. لا يا ست الكل، اخوك اللي قال كلام ما كانش يصح يقوله. ايه؟ بتقول ايه يا فندم؟ ابنك يبطل كلام المحن والحب اللي هو بيقوله. ابني هيقول كلام حب وهيقول كلام محن من هنا ل 100 سنه قدام. ما هي الناس بتتفرج عليه، ما هي حريم بتتفرج عليه. ما يتفرج. وكل ده بيعود على رجالتهم. يعني ايه بيعود على رجالتهم؟ لا يا فندم ما فيش حد اتكلم معانا في القصه دي الا انتوا. يعني ايه ما حدش اتكلم معاك؟ هو كل واحد. طب انا اخويا دخل لكم في مداخله هم كلهم هيجوا لكم. ايه بتتكلم ازاي؟ ايوه ماشي، ما اخوكي بقى غلط انه قال على نفسه كده. يعني ايه اخويا غلط؟ ايوه يا اخوك غلط في حد. دخل بيقول لك ان ابنك السبب. يا ست الكل انت عايزه ايه دلوقتي؟ انا بقول لك الحلقه تتمسح. مش هتتمسح. ممكن اقفل الخط؟ اسمع يا استاذ حسام. ايوه بص الحلقه دي هتتمسح قسما بالله هتتمسح. وقسما بالله على قسمك ما هتتمسح. برضاكم غصب عنكم هتتمسح. ايوه ماشي. انت مين؟ مش انت اللي انت مخروب يا عم. يا عم ما يخرب وانا مالي. كلام المحن والدلع اللي ابنك عمال يقوله وهيقول دلوقتي والله العظيم ابني. اصبر. استعباط بقى يا عم. انتهى الحلقه دي. انت مش مكسوف؟ ايه؟ انت مش محرج؟ يعني ايه مش محرج؟ انت مش محرج؟ مش شفت الحلقه وشفت التعليقات وقعدت تشتم على الفيسبوك وقعدت تهدد؟ يا باشا بحاول اخش لكم عملتوا لي حظر. ايوه هعمل لك حظر ليل ونهار. اليوتيوب عملت لي حظر. انت مش محرج يا استاذ. انت ممكن تسمعني؟ انت مش محرج؟ مش مكسوف؟ ايه؟ انت مش محرج ومكسوف من اللي انت قلته؟ لا مش مكسوف من اللي انا قلته. ليه مش مكسوف من اللي انت قلته؟ امال عايز نمسح الحلقه ليه؟ انت دلوقتي عايز نمسح الحلقه ليه؟ ايوه الدنيا كلها بقت تتفرج عليها، بقت تتريق دلوقتي. تتريق عشان كلامك اللي انت قلته مش كويس.
وكل شويه احاول اخش لكم تعمل لي حظر وتعمل لي ايوه، ما احنا بنشتم في بعض على السوشيال ميديا. يا استاذ حسام، يا استاذ الفاضل، كلام تاني. انت عايز ايه؟ تمسح الحلقه دي يعني ايه؟ عايز ايه؟ والله العظيم ما همسحها. ويلم ابنه ده يلمه شويه. يلموا شويه، يلموا شويه. الحلقه دي يا استاذ حسام هتتمسح. والله العظيم ما هتتمسح. والله على العظيم على العظيم هتتمسح. ما طب بقول لك ايه، صلي على النبي. مش انت السلام. راجل وقد الدنيا؟ مش حضرتك راجل؟ صح، وبتقول الحلقه هتتمسح. طيب عرفني عنوانك. انت دلوقتي بتقول عادل من الشرقيه، صح؟ فين عنوانك؟ قول لي عنوانك في الكنترول دلوقتي وانا اجي لك. لا بعنواني، مفيش حاجه اسمها عنوانك. ما تقول لي عنوانك يا عم، قول لي عنوانك وانا اجي لك نتفاهم مع بعض، احنا مش هنتخانق. مفيش حاجه اسمها عنواني، مفيش حاجه اسمها عنواني. كمان لا اله الا الله. عايز عنوان ابقى صوت وصوره. انت عايز بقول لك مكفيكوا صوت، عايزينه كمان صوت وصوره. يا حبيبي قول لي عنوانك اتفاهم معاك بالحب مش بالخناق. اتفاهم في البيت ويلموا شويه من السوشيال ميديا. والله يعني انت قاعد ابنك يا بيه. ايه اللي انتوا بتعملوه فينا ده؟ ده الحريم كلها بتتفرج عليكم انتوا. بقول لك ايه، احنا تريقه. بقول لك ايه، ممكن لحظه يا استاذ؟ لحظه استاذ، لحظه. انت مخلي اخت حضرتك تكلمني وتقول لو راجل ما تقفلش الخط ليه؟ على اساس ايه؟ عشان عارفين اللي هيحصل، احنا عارفين اللي هيحصل. عارف اللي عشان عارف ان انت بتتكلم غلط. لا انتوا بتفصلوا الخط لما بتاع حد بيتكلم. يا استاذ بنفصل الخط عشان ما يحصلش مشاكل وكلام في جمهور بيتفرج علينا. هو في مشاكل اكتر من اللي انا فيها. ماليش فيه. الله، انا ابني السبب في ايه؟ ابني عشان تقول كلمتين حب لطفله تقول لي طلعت مراتي، هو ده كلام يخش الدماغ؟ ايه يا عم انت فكرنا مجانين ولا ايه؟ ايوه كلام يخش. خش على الفيسبوك شوف التعليقات، شوف الناس بتقول عليك ايه. مش محرج؟ الناس كلها اذا انا ماليش دعوه بالتعليقات. انا ايوه انت مش مكسوف المكالمه وفطحاني. انا بقيت اضحوكه، الناس تضحك بيا دلوقتي. لا يا باشا مالناش فيه، ومفيش حاجه ممسوحه. ازاي مالكوش فيه؟ مالناش فيه. انت غلطت غلطه تتحملها. اللي بيقولوا والدلع اللي بيقولوا. بقول لك ايه، انا ابني مش هيبطل فيديوهات، وهنفضل نعمل كليبات، وهيغني البسنت ليل ونهار. مش عاجبك ما تتفرجش عليه. وهتمسحوا الحلقه دي. والله ما هنمسحها. والله ما يا استاذ حسام قول لي عنوانك وانا امسحها. قول لي عنوانك وانا اجي اتفاهم معاك باخويه. بس الحلقه هتتمسح. يعني ايه تتمسح؟ اسمع مني. هو انت لو اتصلت بالاستاذ عمرو اديب في حلقه واتكلمت معاه وقلت كلام مش عاجبك انت هتتصل بيه تقول له؟ هو عمرو اديب بيطلع يتنحنح كده. يعني ايه بيطلع فين النحنحه؟ يتنحنح فين؟ انت بتغاظ ليه؟ انت متضايق مننا ليه؟ عملنا فيك ايه؟ تمسحوا بص انا اللي اعرفه ان انتوا تمسحوا الحلقه. مش هنمسح الحلقه. لا هتمسحوها يا استاذ حسام. لا بقول لك ايه، انا طلعت راجل اهو قافل بقى الخط. ممكن اقفل الخط اهو. هي قالت لي لو راجل ما تقفلش الا ما نخلص. ممكن اقفل الخط. لا مش يا صح هجيلكوا الاستوديو. ايه؟ اعرف مكانكم واجيلكوا. طب ما تجي لنا الاستوديو يا ريت تشرف هجيلكوا والله. يا عم تعالى لنا يا ريت والله العظيم. بس ما تعمليش حظر عرفنا عنوانك. ما تعمليش حظر على الدخول بس. على الدخول ايه؟ اي بني ادم على السوشيال ميديا هيشتم انا هعرف انه تبعكم وهيتعمل له حظر. احنا ما بنشتمش حد وما بنغلطش في حد. ما انت خلاص عملت لي حظر في كل حاجه يا حبيبي. انا مش عارف اوصل لك غير ان انا اتصل بالقناه. انا بعمل لك حظر عشان انت بتغلط. ما ينفعش عيب ان انا اشتمك. انا بطالب بحقي. انت مش بتطالب. انت مالكش عندنا حقوق. انت مالكش حقوق. تخلي ابنك يهدى. انت راجل اتصلت في حلقه وقلت مراتي اتطلقت بسبب ان ابنك بيقول كلام حب، صح؟ تمام. انت اللي قلت بلسانك، انا ما اجبرتكش تقول كلام. جاي لما بحكي مشكله حلوها لي يا استاذ. لحظه، جاي لما الناس اتريقت عليك وعاملاك تريقه على السوشيال ميديا، جاي دلوقتي تقول لي امسح الحلقه؟ ايه الصفه اللي عندك عشان امسح الحلقه؟ لا والله لا تمسحها. والله ما همسحها. بقى انا بقول لك يا استاذ حسام يا عم والله على جثتي ما همسحها. عشان ما يا عم اقول لك على حاجه، هو احنا مش في برنامج؟ ثواني، وعيب ان انا اقول كده وممكن ناس تزعل عليها الطلاق بالثلاثه ما همسحها. مبسوط؟ لا هتمسح. بص انت مين؟ انت مين عشان امسحها؟ انا بقول لك يا استاذ حسام هتمسحوها. انت مين؟ هاجي الاستوديو وهخرب الدنيا. يا عم تعالى. انا بقول لك تعالى يا ريت. ده انا هوصل القضيه دي. يا عم الله يسترها معاك. اسكت بقى. اسكت بقى. انت مراتك سابتك عشان مش عارف تقول لها كلمتين حلوين. ما تقعدش تحط في الكلام ده. صغير عشان اقعد اقول الكلام ده يا استاذ حسام. ايوه ما تقول. ايه اللي تقول؟ ايه المشكله ما تقول لمراتك بحبك؟ ما احنا فاضيين ناكل عيالنا يا سلام. يا عم اوعى يا عم. نقول كلام حب. يا عم اوعى يا عم. انت هتفضل 24 ساعه تقول بحبك؟ اسكت لو سمحت. بعد اذنك اسكت وانا هقفل الخط. انا كده راجل اهو. اوعى تقطع الخط عليا. لا والله هقطع عليك وعلى اللي يتشدد لك كمان.
انا كده طلعت راجل وابن راجل يا ست الكل وهفصل الخط. تمام؟ طبعا. ايه ده؟ تعالى يلا، تعالى يا مودو، تعالى قول رساله لبسنت. الله يخرب بيت بسنت، واليوم اللي عرفت فيه بسنت كانت بسنت سودا، الناس بيوتها اتخربت. يعني انا بقول لك قول رساله لبسنت على الهوا تكسفني كده قدام الناس يا مودو؟ بابا ارجوك، حضرتك كده بتنفخ في النار، والنار دي هتولع فينا كلنا. اهدى كده يا حبيب قلبي وخد الامور بهدوء مش بالخناق. الناس بيوتها اتخربت والموضوع ده مش طبيعي. ايه يا عمو، هو احنا كنا عملنا فيك حاجه؟ هو بابا كان عامل في حضرتك حاجه؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، حسبي الله ونعم الوكيل. قلت يا رب. هو الراجل الو؟ ايوه يا بيه، ايه انتوا يا جماعه ما قفلتوش الخط؟ ايوه يا حاسبن عليك، ايوه يا حاسبن عليك. اقفلوا يا جماعه الخط بقى، اقفلوا يا جماعه الخط. طبعا الناس كلها شافت يا جماعه، يعني بصراحه ربنا الراجل ده كده جاب اخره، ومحدش يزعل مني ان انا اتعصبت، ومحدش يزعل ان انا في انفعال. اللي بيحصل ده مش طبيعي، اللي بيحصل ده حاجه مش طبيعيه. قول يا كلام حب البسنت قبل ما امشي تاني تاني. قول لها كلام حب عشان نضايق عمو اللي عمال يضايقني. يعني انت يرضيك تضايق بابا؟ لا ما يرضنيش، بس انت عايز اقول لبسات حاجات تانية. قول لها كلام حب عشان ما تكسفنيش. يلا يا بسنت يا بنت الناس، انت ما بيجيش وراكي الا خراب البيوت. يا بسنت انت اخرك 48 ساعة، لو مش شفتك انت في طريق وانا في طريق. انا زهقت واتعبت. انت ما بيجيش من وراكي الا المشاكل. انت ايه يا شيخة؟ خلاص اسكت يلا خلينا نمشي. شكرا يا جماعه، وانا اسف جدا ان هضطر انهي الحلقه، وكل خميس وانتم طيبين. شكرا.